هناك قضية انفجرت منذ فترة اللي هي ايه؟ قضية سيف الجزيري، سيف الدين الجزيري. وان احنا اتكلمنا بسرعة كده هفكركم بقصة سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري انتقل من المقاولين العرب الى نادي الزمالك، وفجأة نلاقيه بيلعب في نادي الزمالك في فترة وقف القيد لنادي الزمالك. فاحنا طلعنا فهم قال لك انتوا ازاي بتأيدوا لاعب؟ سيد عبد الحفيظ طلع في 2019 في برنامج مع مهيب عبد الهادي، فبيسأل مهيب عبد الهادي هو سيف الدين الجزيري متأيد انتقاد حر ولا متأيد صفقة إعارة؟ فطلع قال له هو في نادي الزمالك، وسأل السؤال ده سيد عبد الحفيظ. وبعدها بفترة أثيرت قضية إن نادي الصفاقس التونسي اللي هو كان بيلعب فيه سيف الدين الجزيري قال لك إن اللاعب سيف الدين الجزيري انتقل من نادي المقاولين العرب الى نادي الزمالك بعقد اعاره بقيمه معينه، فبالتالي احنا لينا فلوس في عقد الاعاره ديت كما تنص لوائح الفيفا. فالفيفا ورفع قضيه ضد الزمالك، طلب نادي الزمالك تمنع عن الدفع لانه قال لهم هو متأيد لنا صفقه انتقال حر. ما هو الزمالك ما يقدرش يقول ان هو متأيد صفقه اعاره، ليه؟ لان ساعتها كان الزمالك موقوف القيد ده. يعني الزمالك كان ساعتها الفتره بتاعته القيد بتاعه موقوف، فما ينفعش يقول ان هو اعاره. طب انت ايدته ازاي؟ اتحاد الكوره بقى ايده ازاي لو ما هو القيد موقوف؟ طيب راح النادي الافريقي التونسي عمل ايه؟ البرنس البرانيس راح رافع قضيه عند الفيفا وطلب بحقه في قيمه، قال لك ان الجزيري اتنقل من المقاولين للزمالك بعقد اعاره بمبلغ، وبالتالي احنا عايزين فلوس. طبعا اتحاد الكوره ما ينفعش يقول ان هو اتأيد، هو ايه، ما يقدرش يقول اتأيد اعاره لان ده فيها مصيبه دي، لان الزمالك كان موقوف قيده ساعتها. طيب وسكتنا واتكلمنا في الموضوع وقلنا صفقه انتقال الحر و فاحنا بنشوف ايه؟ قلنا ايه؟ هنشوف الحكم. قلت لكم انا هنشوف الحكم. الحكم طلع يا جماعه. افريقيا التونسي في كل الصحف التونسيه تقارير تشير هناك الى ان الافريقي التونسي اتحكم له ب 838 الف جنيه. هو يعني معنى كده ان اللاعب راح اعاره ما راحش حر. ليه؟ لان الفيفا طلبت من اتحاد الكرة المخاطبات بتاعة البيع بتاعة عقد الإعارة والانتقال الحر، والاتحاد الكرة بعتها. فمعنى انه يحكم للافريقي معنى كده ان هو كان عقد إعارة مش انتقال حر. فازاي أأيد لاعب في فترة إيقاف قيد انه لاعب حر وهو كان جاي إعارة؟ ادي نقطة. الفيفا ملهاش دعوة، قال لك ايه مالناش دعوة، هي بعتت وقالت يا جماعة الافريقي ليه 838 الف جنيه، ولو الزمالك ما دفعش الفلوس هيتوقف له 3 فترات قيد كمان، وهيدفعها زي البرنس البرانيس. طيب ما الجديد في الموضوع وما الذي يصار الان على الساحه المصريه او على الساحه الكرويه المصريه؟ هناك قضيه تزوير واضحه. فتعالى بقى يا اتحاد يا كوره، تعالى يا اتحاد يا كوره، زي اللي احنا كنا متاكدين ان ده اصلا حاصل لانك انت عملت قبل كده واخفيت خطاب النادي الاهلي بتاع تنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا، ولا نسيت؟ انا كنت متاكد ان كان هيبقى فيه حوار في الموضوع. فمعنى الكلام اللي انت بتقوله اتحاد الكوره زور ووافق وايد لاعب جاي اعاره على انه صفقه انتقال حر عشان يساعد الزمالك. كان في فتره بتاعت حسين لبيب الموضوع ده، ان هو عشان كانت موقف له فتره القيد. فدي قضيه تزوير واضحه. الناس هتطلع تقول لك الفيفا ما اتكلمتش في التزوير. طبعا ما هي الفيفا مش هتتكلم في التزوير، لكن لو في حد اثار القضيه لا هيتكلم في تزوير وهتنزل عقوبات. وانا بقول لكم اهو من دلوقتي اهو، ولا حاجه هتحصل ولا حد هيثير القضيه وهيقول لك معلش والزمالك نادي كبير وهينزل درجه ثانيه وشكلنا في مصر ومش شكلنا في مصر وشكل ازاي، وان احنا اتحاد الكره المصري الذي يمثل الكره المصريه اتحاد مزور. ادي فين بقى وزير الرياضه؟ انا عايز وزير الرياضه يطلع يرد يشوف الموضوع ده ايه بقى. يعني في اتحاد كرة مزور انه يعمل كده ويأيد لاعب عشان موقف له فترة القيد على انه دي كرة قدم يا جماعة، ما فيهاش عشان خاطري ومش عشان خاطري، سوري، ما فيهاش عشان خاطري والنبي وعشان خاطري وحياتي، ما فيش الكلام ده. دي قوانين كرة قدم وقواعد، واللي تيجي على حد على حساب حد. طب ما انت كده بتفتح مجال للتزوير، تفتح مجال ان انت تزور وتفتح مجال تزوروا عادي، واحنا هنسامحكم وهنصالحكم وهنعدي الموضوع. فين بقى وزير الرياضة؟ فين؟ انت اتأيدت لاعب ازاي وهو اعاره؟ انتقال حر ماشي، لكن اعاره ازاي؟ طب ما هو الافريقي اتحكم له بفلوس، معنى كده ان هو خد فلوس في الاعاره. انتقال حر يعني المقاولين ما خدش فلوس.
يعني واللاعب خده مجانا للزمالك، فالافريقي ملوش حاجه، لكن الفيفا حكم اصلا للافريقي. ها رد عليا، رد عليا يا اتحاد كوره يا مزور. بقول مزور مش عشان ان انا طب ما انا اصل انا شايف على فكره موضوع الخطاب، موضوع اخفاء الخطاب ده تزوير يا حبيبي. ما موضوع اخفاء الخطاب ده ايه يا بابا؟ تزوير ده يا بابا، ده اسمه تزوير يا بابا، موضوع اخفاء الخطاب ده. فانت ايه زي ما ليكوا سابقه يعني انا مش بتكلم كلام، انتوا ليكوا سابقه يا حبيبي، وانتوا اللي طلعتوا اعترفتوا ان انتوا اخفتوا خطاب اتحاد الكوره بتاع تنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا من الاهلي. وده برضه موضوع الجزيره عشان تساندوا وتدعموا الزمالك، قلتوا ان هو انتقال حر، هو عقد اعاره، وهو خلاص رسميا هو عقد اعاره لان الافريقي خد فلوس، وافضل اكررها واعدها. ها ردوا عليا يا اتحاد مزور. طيب عرفتوا بقى ليه رئيس نادي الزمالك طلع اتكلم ولهوش الدنيا وخبط الدنيا ولعبت بتشرب حشيش وبتجيب نسوان؟ عارفين ليه؟ انا بقول لكم اهو، انا بقول لكم اهو، وانتوا كمان عارفين، عشان يغلوش على الموضوع ده، يغلوش على موضوع اللي هو بتاع لانه هيدفع الفلوس بتاع الافريقي التونسي اللي ليه فلوس والانتقال الحر والاعاره.